كتير منكم لمّا بدأ في مجال التسويق العقاري بدأ بحماس، بدأ عايز يعمل إعلانات، عايز يحقق مبيعات، عايز يحقق target، بس للأسف اتصدم بالنتيجة. هو بيبقى إحساس صعب لمّا تيجي تحاول تبيع مشروع أو وحدات سكنية وما حدش يتفاعل معاك خالص أو يتصل بيك. 90% بيفتكر إن العيب يا في المشروع يا في السعر، بس في الحقيقة المشكلة بتكون أبسط من كده بكتير. إحنا بنكلم الناس الغلط، إحنا بنوجه الإعلان غلط. طيب تعالَ نفهم بقى مع بعض لو هنشتغل إعلانات على السوشيال ميديا طبيعة العميل إيه؟ أو بمعنى تاني تقريبًا العميل المثالي بالنسبة لنا على السوشيال ميديا هو مين؟ هنسأل نفسنا 4 أسئلة. أول سؤال، أنا بابيع لمين؟ خلّي بالك بقى إن العميل بتاعنا في السوق العقاري وخاصةً السوق المصري بيبقى ليه مواصفات محددة، يعني غالبًا سنه بيبقى بين 30 سنة ل50 سنة. طيب 30 سنة ليه؟ لإنه تحت ال30 سنة بيبقى لسه بيبتدي حياته، مش مركّز أوي في موضوع الشرا والاستثمار، لكن بعد ال30 بيبدأ يفكّر في الاستقرار. بعد ال30 بيوصل لمرحلة فيها بقى دخل ثابت، مسؤوليات، بيت، أولاد، مستقبل. كمان بعد ال50 بيكون بيدوّر على استثمار آمن، بيدوّر على مكان بقى يرتاح فيه، يعني 45، 50 سنة، 55 سنة بيبقى مدير كبير في شركة multinational، صاحب business خاص. يعني تقدر تقول إن معظم عملائنا بيكونوا مديرين، أصحاب شغل، المصريين المغتربين اللي موجودين بيشتغلوا في الخليج. خلي بالك دول برضه مهمين جدًا. المغترب في الخليج ده شاف الفلوس برّه، فرق العملة، عايز يستثمرها في حاجة مضمونة في مصر بدل ما تروح عليه. من ضمن أهم الحاجات اللي لازم تعرفها كمان عن العميل بتاعك، إنك لو بتبيع وحدة سكنية خاصةً لمّا تكون غالية شوية، الإعلان بتاعك لازم يكلم أحمد ومراته كمان. لأن رأيها بيكون أساسي جدًا ومؤثر جدًا في القرار. يعني لو بتبيع وحدات سكنية يبقى بصراحة كده الست صوتها أقوى. ليه؟ لأنها هي بقى اللي هتعيش في البيت، فبتهتم بالتفاصيل الصغيرة، المساحة، المطبخ، الإطلالة، هل المدرسة جنب البيت. إنما لو تجاري أو إداري بتشتري حاجة برّه استثمار، الراجل هو اللي بياخد القرار، بيحسبها بقى بالعائد، الموقع، الربحية. فلو بتبيع مكتب إداري أو محل تجاري يبقى تركيزك على الراجل أقوى من الست. أهو اللي أنا قُلته لك ده كان جزء صغير خالص من شخصية العميل اللي بتقعد تكتبها بالورقة والقلم. لمّا بتعرف أنت بتكلم مين، الرسالة هتروح لمين، صدّقني البيع بيبقى أسهل حاجة في الموضوع. تاني سؤال بقى، طيب عرفنا هو مين، تفتكر بقى إيه اللي بيوجعه، إيه اللي بيقلقه، إيه اللي بيخلّيه دايمًا متردد؟ طيب ما تيجي نحط نفسنا مكانه. أول حاجة القلق من النصب، سوق مليان مشروعات مش دايمًا اللي مكتوب على الإعلان موجود على أرض الواقع، الورق مش واضح، مش فاهم المشروع تبع مين، مين صاحبه، إزاي يضمن حقه، الأسعار مش شفافة خالص، إعلان بيقول سعر وإعلان بيقول سعر تاني خالص، المقارنة بين المشروعات صعبة، كل مشروع بيتكلم عن نفسه وكأنه الأفضل في مصر، بيزهق من الإلحاح، كل شوية حد يكلمه، أستاذنا، فرصة مش تتعوض، أفضل استثمار، آخر وحدتين. وأحيانًا بيكون برّه مصر ومش قادر يشوف الوحدة بنفسه فمش متطمن. يعني هو مش ضد الشرا، لكن التجربة مريرة. لو فهمت بقى وجعه صح هتعرف تقدم له العلاج، وبالتالي أنت هتبيع على أساس الثقة والمصداقية. طيب بما إننا عرفنا بقى وجعه يبقى عايزين نعمل حاجة معينة بحيث إن هو يتطمن وياخد خطوة. الحل بقى في إيدك، خليك دايمًا شفاف، خليك دايمًا صادق، ريحه وهو قاعد في بيته فرجه الوحدة. أيوه يعني طمنه مش اقنعه. عايز معلومة واضحة، فيديو حقيقي، صور من أرض الواقع. لو شاف الوحدة 360 درجة هيتطمن أكتر. عايز يعرف خطط السداد بالورقة والقلم. عايز يشوف آراء الناس اللي سكنت قبل كده. تخيل هو عايز يسمع صوت العميل مش صوت الشركة. عايز يعرف التسهيلات، عايز يعرف التمويل، عايز يعرف التقسيط من غير أي تعقيدات أو إنك تعمل له أي مفاجأة. حسسه إنك مستشار أمين ليه، حسسه إنك بتساعده ياخد القرار، مش مجرد موظف مبيعات عايز يقفل التارجت بتاعه. اكسب الثقة بتاعته وبعد كده هتكسب من وراه كتير. قدم له اللي هو عايزه، هتلاقيه بعد كده هو اللي بيجي لك. السؤال الأخير بقى، طب الناس الحلوة دي بنلاقيها فين بقى على السوشيال ميديا؟ عندك الفيسبوك حوالي 47 مليون مستخدم مصري، أغلبهم فوق ال 30 سنة. ده المكان اللي العميل بيقضي فيه وقته وهو راجع من الشغل أو بعد العشاء بالليل. عندك انستجرام من 17 ل 20 مليون مستخدم، أغلبهم بيحب يشوف الصور والفيديوهات الجذابة. فده مثلا مثالي للمشروعات اللي فيها تصميم حلو، مكان حلو، إطلالة حلوة، حمامات سباحة، جيم قريب من الجامعة الألمانية، من الجامعة الأمريكية.
مشروع فيه خصائص مميزة فريدة مش موجودة عند المنافسين في نفس المكان. وخلّي بالك إن أكتر الناس بتقعد على السوشيال ميديا من الساعة 19:00 للساعة 00:00. يعني لو نزّلت الإعلان بتاعك الساعة 12:00 في عز ما الناس موجودة في أعمالها، مش هيبقى في تفاعل. طب الساعة 15:00 والناس راجعة من أعمالها برضه ما حدش شايفك، يبقى مش كفاية تحضّر الرسالة، تحضّر الصور، تحضّر الفيديوهات، لأ، لازم برضه توصّل الرسالة بتاعتك في المكان الصح، أقصد المنصة، وفي الوقت الصح. آخر سؤال بقى عندنا، هو العميل اللي بيشوف الإعلان النهارده بيشتري بُكرة؟ بالنسبة للسوق العقاري يعني. شوف، هو قرار إنك تشتري عقار ده قرار كبير ومصيري. الرحلة بتاعته في المتوسط بتاخد 3 شهور، بيمُر ب4 مراحل. أول حاجة يتفرّج، يشوف إعلاناتك وفيديوهاتك أونلاين. تاني مرحلة يقارن، يدخل بقى ويجمّع معلومات عن مشروعك ويقارنه بغيره من المشاريع في نفس المنطقة. تالت مرحلة بقى إنه يعاين وينزل meeting. لو اقتنع مبدئيًا هيطلب ييجي بنفسه يشوف الوحدة على أرض الواقع أو يشوف أرض المشروع. يشتري بقى دي آخر مرحلة، لو المعاينة والmeeting نجح والمعاينة طبقت اللي شافه أونلاين. يعني اللي شافه أونلاين لقاه في المعاينة، ساعتها بس هياخد القرار النهائي. وممكن تلاقيه بيقول لك ادّيني أسبوع أفُك الوديعة، ادّيني أسبوعين عندي شقة تانية بابيعها وهاخلّص فيها. يعني الموضوع في الغالب بياخد من شهر ل3 شهور. نادرًا لمّا تلاقي عميل يقول لك أنا تاني يوم الصبح نازل البنك هاجيب الفلوس كاش وآجي أخلّص في الشقة، دي يعني من النوادر. طب أنت دورك إيه بقى كمسوق شاطر؟ إنك تفضل معاه تساعده في كل خطوة من الخطوات ال4 دول. اصبر على العميل بتاعك وامشي معاه خطوة بخطوة. وفي الآخر مش هتكسب من وراه شقة بس ولا بيعة، لأ، أنت هتكسبه هو شخصيًا. لو عنده بقى حاجات تانية عايز يبيعها، لو عايز يستثمر في مناطق تانية، هتبقى أنت الخيار الأول ليه. شايفين بقى الموضوع بسيط إزاي؟ الموضوع مش سحر، التسويق مش سحر. التسويق هو إنك تفهم الإنسان اللي بتكلمه. لمّا تعرف هو مين، إيه وجعه، محتاج إيه، موجود فين، كل حاجة في مقاييس التسويق والمبيعات بتتغير. المرة الجاية قبل ما تصرف جنيه واحد بس على أي إعلان، افتكر المحاضرة دي كويس جدًا واسأل نفسك الأسئلة دي. صدقني النتايج هتختلف تمامًا.